لأن شعب تركستان الشرقية هم من الأتراك المسلمين، فإن المحتلين الصينيين يواصلون فرض الشيوعية بشكل قسري على مليوني من الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى من المحتجزين داخل ما يسمى مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية. أعلنت الصين أنها ستستمر في فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة مقابل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ فورا. بحسب وكالة هاربين للأنباء، دعا الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف رئيس أوزباكستان ميرزيايف للمشاركة في الذكرى العشرون لأستانا، والتي عقدت في 5 و6 من يوليو 2018، وتم عقد محادثات هامة بين الطرفين. استجابت شركة واحدة فقط بشكل إيجابي لدعوة الحكومة الصينية بعد الترويج للاستثمار ل 287 شركة أجنبية، ودعت الحكومة الصينية إلى زيادة استثمارات سوق الأسهم في 287 مؤسسة استثمار أجنبية لها الحق في إدارة أعمال البلاد. وعلى الرغم من إعلان الشركة الكورية لإدارة الممتلكات الفكرية قرار استثمارها بقيمة $1,000,000، فإن 286 شركة أخرى لم تغير من موقفها. في 5 من يوليو قالت القوات السورية وقوات المعارضة المسلحة إن الحرب في محافظة درعا الجنوبية الغربية قد تكثفت بعد بضعة أيام من التوقف. وفي الوقت نفسه استأنفت قوات المعارضة السورية والجانب الروسي مفاوضات لوقف إطلاق النار.